عندما يتمتع عندما تشاهد طارق التائب في أرضية الملعب، فإن المتعة لا محالة. هنا نقل الكرة بطريقة رائعة، الكرة إلى خارج. يضم تشكيلة من الفريق الأولمبي الذي حر عبد الله، انطلاقه سريعه، يلعب الكره بطريقه ممتازه لصالح الفريق الهلال. ورامون دياز والكره تعتلي المرمى الى خارج ارضيه الملعب. فريق كوزموس يقدم المستوى الرائع، ضاع هجمتين. هنا الكره المحاوله واوتشيك يتواجد، اللاعب الغاني يخلص الكره بطريقه جميله. فيصل درويش الى طارق التائب، البرنس يتقدم يمرر. هنا المهاره والعرضيه، كره جميله للبرنس، فاصل مهاري رائع. وفي هنا طارق التائب يلعب الكرة اسقاط على الحارس براين هولت. السعودية سجل هدف رائع من اول لقاء. الى فيصل الدرويش الى التائب، ينقل الكرة بطريقة عبد الله في الدخول، والتمريرة الممتازة، والتمريرة من التائب في الطرف اليمين عبد المجيد الرويلي، والهدف الأول في خط المقدمة. هنا طبعا البرنس، والتمريرة كانت قبل ذلك من بشار عبد الله، لكن الحارس بصراحة تواجد براين هولت، خلص الكرة إلى الزاوية. هنا محاولة أيضا للبرنس، انظر كيف يمرر الكرة بطريقة رائعة. أحمد بن مسعود البديل الثاني هذا المدافع، كان لاعبا الى طارق التائب، يمرر الكرة طارق التائب. هنا الدوران من هذا اللاعب الممتع، يحاول يبحث عن ثغرة حتى للجمهور، والتشجيع المتواصل من الجمهور الهلالي في المدرجات. هنا السقوي والتفاهم الواضح ما بين اللاعبين، خاصة في الفريق الأولمبي. خلف البقعاوي دائما خلف المهاجمين، ليس الرأس حربة تقليدي، بما أن عبد الرحمن اليامي. هنا البرنس طارق التائب والذي يستعد للخروج، وتحية للجمهور. نعم قمر 14 طارق التائب. عندما أقول البرنس انس أن لا تتمتع بكرة القدم، انس أمام طارق التائب. لا بد أن تتمتع بكرة القدم حتى تعرف كرة القدم الحقيقية، مع الابتسامة كما نشاهد، والعرض والإشارة من هذا اللاعب رقم 14، اللاعب الذي لديه 14 هدف مع المنتخب.